أكدت أحد مصادرنا داخل النادي الأهلي عن إعلان أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم وصرح اليوم عن التعاقد مع حارس مرمى جديد. وأوضح أمير توفيق للموقع الرسمي للنادي الأهلي أنه تم التعاقد مع محمود الزنفلي من صفوف الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء. وأنهى أمير توفيق كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد الذي يعد من المواهب الواعدة في مركز حراسة المرمى. ويأتي تعاقد الأهلي مع الزنفلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في زيادة الخيارات في مركز حراسة المرمى، خاصة بعد تعرض محمد الشناوي حارسه الأساسي لإصابة مع منتخب مصر، وسيغيب اللاعب على أقل تقدير 3 أشهر حسب ما أكدت تقارير سابقة. أكدت مصادرنا أن الزنفلي قد تألق مع فريق الداخلية خلال الفترة الماضية، ويأمل الأهلي أن يساهم الحارس في تحقيق المزيد من النجاحات للفريق.